جيت نذكركم بمواعيد بعض المسلسلات الرمضانية بمناسبة شهر رمضان. اعبس. تلتقون على 7:30 مع برنامج لوث أفكارك. 8:30 تلتقون مع مسلسل انسى التراويح. وفي تمام الساعة 10 تلتقون مع مسلسل لا يوجد لديك وقت لقراءة القرآن. أما في تمام الساعة 12 ليلا تلتقون مع مسلسل متميز اتسحر وارقد وانسى صلاة الفجر. أما غدا مع المسلسل الدائم الذي وين تروح تلقاه بعنوان لن نتركك تؤمن. أما فيلم العيد الأكثر رواجا وإثارة بعنوان مبروك عليك فاتك رمضان. يا حسرته خويا العزيز، نسقسيك اسكو راح تكون معاهم وتجعل الشعار تاعك كيف تخسر رمضان، والله ترفع شعار وديما تفكر قول ربي سبحانه وتذكر قول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال ربي سبحانه يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حبيت نذكركم بالشيء هذا، إن شاء الله تكون وصلت الرسالة. اليوم جيتكم بلوك جديد، قميص وتقية، لوك رمضاني سبيسيال الفيديو هذا شباب. إن شاء الله نولوا هكذا ديما. ليكيب نعطيكم عفسة أنا نديرها بالك نتوما ثاني تساعدكم إن شاء الله. كاين فيكم بزاف اللي يتفرج مسلسلات وأنا واحد منكم. أنا أصلا ممثل مسرحي وسينمائي وتياترو وهاك تعرف تيلي وصوالح، وكاين بعض المشاريع راني متورني فيهم راح يكونوا في رمضان إن شاء الله. أنا نخلي بعد رمضان ندخل اليوتيوب نتفرج الحاجه اللي حبيتها، مسلسل اللي حبيت نتفرج. الناس اللي تتفرج وتتبع خلي بعد رمضان وتفرج. رمضان حاول تخصصوا للعباده، حاول تيفيتي باسكو والله شهر مليح بزاف، ابحث عليه زيد تعرف مليح. هذه هي، وان شاء الله ربي يهدينا نحبسوا كاع الصوالح هذا، نحبسوا باسكو ماهيش حاجه اللي ننصح الناس بها يتفرجوها. مادام تتفرج نعطيك طريقه بديله اللي تكون احسن بكثير. تقدر رمضان تصوم ايمانا واحتسابا وتتوب بها، بعد رمضان تخرج بصفحه جديده خلاص تنحى كاع مسلسلات والصوالح هذو كاع من راسك. ان شاء الله انا كل شهر نطمع يصرى لي الشيء هذا، مازال ما صراليش ان شاء الله يصرالي. هذه هي بارك الله فيكم.